سؤال دايما اساله لنفسي، ويمكن بعضكم ساله لنفسه: هو انا لو حد من عيالي مات قدام عيني هبقى بالثبات اللي فيه اهل غزه؟ وتكون الاجابه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا فيه: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا أكيد طبعا خدنا بالنا إن أطفالهم كانوا قاعدين وسط الهدم بيسمعوا لبعض قرآن، إن نسائهم كانوا بيطلعوهم من تحت الأنقاض وهم لابسين حجابهم الكامل، إن هم كانوا بيتذكروا آيات قرآنية وأحاديث يمكن إحنا أول مرة ناخد بالنا من معانيها. طب إذا كان ده بقى حالهم في الشدة، يبقى أكيد في الرخاء ما كانوش بيبينوا شعرهم في المناسبات ويقولوا يا عم دي مناسبة وما تحبكهاش بقى، وما كانوش بيضيعوا فرض من الفروض لما يبقوا في خروجه او زياره عائليه او في عزومات. اصل ما كانش في وقت بصراحه. من اخر كده كل واحد فينا يقعد مع نفسه ويفتكر الابتلاءات اللي مر بيها ولو الصغيره. يا ترى لما جاله الابتلاء نجح فيه وثبت، ولا جاب صفر كبير زي الصفر الجميل ده؟ والله لو نجح وثبت يبقى هنياله، مبروك عليه، ربنا يثبته. انما بقى لو جاب صفر يبقى لازم يراجع نفسه مع ربنا، لان الابتلاءات اللي جايه ممكن قوي تكون اشد. اصلنا مش في الجنه. ولا انتوا ايه رايكم؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.